صباح التكتكة والسقعة والحاجات اللي هي بجد الجو بقى سقعة موت، بقت سقعانة أوي يا جماعة. الدنيا ساقعة جدا جدا جدا. صباح الفل عليكم، صباح الياسمين. عايزة بقى قبل ما نبدأ في أي تفاصيل نصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، ونزيد النبي صلى عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة فيديو جديد في عز الشتاء والسقعة دي، هي الدنيا ساقعة نار. الجو عندكم ساقعة زي عندنا ولا احنا بس اللي حاسة بالسقعة دي؟ لأن أنا جوزي بيقول لي الجو بره حلو، الجو مش ساقعة، بس انا في الشقه حاسه الجو تلج، في رصاص تلج تاحل عليا، مش عارفه ليه. لدرجه اللي هي لابسه زعبوطي ولابسه لكلوكي ومش عارفه فيه. المهم يا ست الكل، عامله ايه اخباركم؟ وحشتوني كتير كتير كتير. النهارده فيديو جديد، فيديو النهارده كله روتين، حاجات كده بسيطه كده، وهاخد رايكم في كام حاجه من الحاجات اللي عايزه اعملها في الشقه دي. تمام كده. عايزه اقول لكم بقى ان في مقوله جميله جدا انا كنت سامعاها زمان، وكل مره اقول لنفسي لا، في اكيد ناس بتتمنى الخير للناس وتملي بيطلبوه للناس، بس في ناس اثبتت لي عكس ده. والمقوله الاول ان هي بتقول: يتمنوا لك الخير ويزعلوا لو جالك، ويتمنوك لك الشر ويفرحوا جدا لو اتاكي. مقولة غريبة، لما قريتها قلت يعني في ناس كده؟ لا للدرجة دي في ناس وحشة كده؟ لا يا عم انت بتقول ايه. المقولة نفسها استحربتها، بس عادي عدتها. بس لقيت الموضوع ده بينتشر جامد الايام دي. ناس كتير كانت موجودة في حياتي كانت بتتمنى لي الخير وتتمنى لي وتدعي لي والكلام ده كله. اول ما ابتدى ربنا يعني يديني حبة او يرزقني شوية، او ابتدت الدنيا تروق شوية، لقيتهم بقوا وحشين، بقوا ينتقدوني في كل حاجة، بقوا شايفيني ان انا مش افضل حاجة، بقوا حاجات ياما قوي كده، بقوا بيزعلوا من اقل كلمة، من اقل حاجة. يعني حاجات كنت بعملها معاهم زمان فكانوا عادي، فبعد ما ربنا رزقني بقوا ما بعملها يقولوا لي انت اتغيرتي، انت بقيتي ما ولعتكي بالمعلقة يدينا بظهرها وي كلام من هذا القبيل. فمش عارفة في ايه بأمانة يا جماعة، مش عارفة. بجد الأيام دي أنا بالنسبة لي مش أفضل أيام. هي كل أيام ربنا خير طبعا، وكل أيام ربنا رزق من عنده وخير من عند ربنا، بس أنا بالنسبة لي الأيام دي فيها كذا كذا حاجة. عارفة ايه اللي كل شوية ترك فوق دماغك وانتي مش عارفة تفلفصي؟ اهو أنا ده، أنا مش عارفة أفلفص، بس مش مهم، كله خير من عند ربنا. وانتوا بقى مزعليني، انتوا كمان مزعليني، يعني انتي وهما حرام عليكم. انتوا وهما كتير عليا كده يا رب. بأمانة انتوا مزعليني ليه؟ لاني انا بعمل روتينات الاقيها ما جابتش مشاهدة، اعمل فيديوهات ام 50 جنيه تديني بعض المشاهدة، اعمل افكار تديني حلو في المشاهدة. فانا ما بقتش عارفة، عايزة ارضيكم، اعمل لكم كل حاجة انتوا حابينها او انتوا بتشوفوني فيها، وانا في نفس الوقت مش عارفة. لو هبص للمادة بس، انا بتكلم معاكم بصراحة، انا لو هبص للمادة بس هعمل كل فيديوهاتي توفير وروتينات توفير وحاجات افكار توفير وبس، بس مش هعمل حاجة تانية. لكن لو انا هبص ان انا ومش هبقى موجودة معاكم كل يوم، يعني مش هبقى اساسي كل يوم، لاني مش هكدب عليكم، توفير افكار التوفير مش سهلة، ومش سهل ان انت تطلعي افكار كل يوم، وهبقى بضحك عليكم لو انا طلعت كل يوم بفيديو توفير وفي الاخر انا الحاجات دي انا اصلا مش عارفه اعملها، مجرد بس ان انا بسرق فكره من هنا على فكره من هنا وبعمل فيديو وخلاص. وانا مش من طبعي ده ومش حابه ده. انا بحب ادي الفكره اللي داخله جوايا، او الفكره اللي انا مقتنعه بيها ان انا بعملها، ان انا بطبقها، اللي في ناس ممكن ناس تطبقها زيي، لكن حير كده لا. فانا مش عارفه. المهم صح، هنا في واحده حبيبه قلبي كانت بتقول لي وريني القماش من قدام، يعني من قريب. القماش اهو، هي في نقشه كده بسيطه. كنت سالني جايباه منين. انا مش عارفه انت من اسكندريه ولا لا، بس لو انت من اسكندريه هتنزلي هنا المعهد الديني، شارع القماش، هو اسمه شارع القماش في المعهد الديني معروف يعني، او شارع بتاع الكنافه. هتنزلي فيه هتسألي على محل اللؤلؤة بتاع القماش، هتلاقي عنده جميع انواع القماش، وهو عنده كذا فرع اسمه اللؤلؤة. مكانه بالظبط انا مش عارفة اوصفه، لاني انا معرفش اسم الشارع ذات نفسه، يعني اسم الشارع نفسه مش عارفاه. فكنت جايباه بكام يوم ياسين؟ انا كنت جايباه من فترة طويلة قوي، كنت جايبة المتر ب30 جنيه او ب50، مش فاكرة، مش متذكرة السعر قوي، بس حاليا اكيد اختلف تماما، يعني الاسعار اكيد اختلفت نهائي. فانزلي واسألي. انا بفكر ان شاء الله باذن الله كمان الفه باستك عشان اعرف البسه ليه الركن عشان ما يتحركش، لان هو برضو مع القعده والكلام ده كله بيتزحزح بيتحرك بس.
فيلا بينا بقى نرجع لموضوعنا. زي ما قلت لكم انا لما بعمل روتين فبعمل عشان انا عايزه ابقى معاكم كل يوم بصدق. الحاجات اللي انا بعملها والحاجات الافكار اللي انا بعملها، لما بعمل افكار التوفير دي حاجات انا مطبقاها بالفعل وماشيه عليها، مش عايزه اسرق حاجات واحطها وخلاص يبقى مجرد بس فيديو والسلام. ف انا مش عارفه اعمل ايه، ومش عارفه امشي تبع انه دماغ، او بمعنى اصح مش عارفه امشي تبع دماغي ولا تبع قلبي. قلبي بيقول لي اشتحلي زي ما انتي وخلاص، لكن دماغي بتفكر في الماده وفقط، بتفكر في الماده فقط، ودي حاجه مش احسن حاجه. وبتقولي فكري في اللي يفيدك، حتى لو ما تنزليش فيديو كل يوم، يعني كل يوم ويوم. انا بنزل فيديو كل يعني يوم ويوم لا زي ما قلت لكم. لو مش هتنزلي فيديو كل يوم، بس المهم تنزلي حتى لو كل 3 ايام فيديو، بس تبقي تجيب لك مشاهده، يجيب لك مشاهده عاليه. فانتوا مع انا قرار دماغي اللي انا انزل كل 3 ايام 4 ايام بس فكره كويسه بتوفير وكده وخلاص، ولا اخليني زي ما انا يوم ويوم لا وخلاص. محتاره ومش عارفه امشي تبع انه دماغ. ما اكدبش عليكم، صليت صلاه استخاره كذا مره ولقيت نفسي بتكلم في الفيديو ده، فمش عارفه هل هو ده الرد اللي هيجيلي منكم، ولا هي دماغي اللي قررت ان انا اتكلم. مش عارفه، بس انا صليت كذا مره ومش مفيش نتائج، يعني نتيجة جاتلي او مفيش حاجة جاتلي. اللي انا شايفاه ان انا بشتغل عادي زي الشغل الطبيعي، روتينات، افكار ب50 جنيه، مشتريات، اللهم صل على النبي، افكار حاجات انا بعملها مثلا في خلال الشهر بتفيدني، الكلام ده كله. فانتوا يعني ايه، اثبتولي او قولولي اعمل ايه. تمام. وقولولي كمان انا النهارده جايه اقول لكم قولولي الحقيقه. قولولي افكار لفرش الشقه تاني. ليه؟ عشان خاطر فعلا الولاد مش سايبين الجزء الفاضي ده اللي هو قدام اللهم صل على النبي، قدام باب الشقه في جزء كبير فاضي كده. انا ناويه ان شاء الله باذن الله في المستقبل هجيب فيه جزامه واحط فيه كرسيين هنجدهم والكلام ده كله، بس في الوقت الحالي مش نافع. فبصراحه مش عارفه، فهل انا احط السفره في الحته الفاضيه دي جنب الحيطه كده، اجمعها جنب الحيطه وافرش سجاده والكلام ده كله، فالدنيا هتبقى احسن حاجه، ولا اعمل ايه؟ محتاره. عارفه الحته الفاضيه دي عشان الولاد بيلعبوا فيها كوره زي ما قلت لكم، بجد والله يا جماعه عاملين لي فيها صداع، عاملينه ملعب. الحته الفاضيه دي عاملينها ملعب طول النهار بيلعبوا، يعني منين ما يبقوا خلاص خلصوا اللي وراهم يطلعوا يلعبوا فيها، فجايبين لي صداع. وكمان عشان الايام دي مفيش نادي، عشان خاطر طبعا السقعه والجو اللي ربنا يا رب يعيننا ويعديه على خير. فانا مش هينفع اوديهم نادي، فبيطلعوا كل طاقتهم والوقت الفاضي اللي بياخدوه في البيت. فقولوا لي بقى احط السفره كده ولا مش هتبقى افضل حاجه؟ انا بالنسبه لي الشكل الحالي اللي هو اللي انتوا شفتوه ده او اللي انتوا شايفينه هو بالنسبه لي كان افضل شكل وافضل ترتيبه، وانتوا قلتوا لي الترتيبه دي حلوه يا ام ياسين وما تحيرهاش. بس انا محتاره يعني من كتر ما انا قاعده في صداع عايزه احط حاجه في النص تسد لهم الملعب. بس فانتوا قرروا يعني قولوا لي اعمل ايه او ما اعملش ايه. بصراحه بقى انا النهارده كنت ناويه اعمل حاجات تانية خالص في البيت، بس بصراحه النور عمل معايا احلى واجب. يعني قاطع من الساعه 1 لحد الساعه 4:30 ما كانش جه، وقت طويل جدا ضيع لي اليوم كله. ده انا حمدت ربنا اني انا عندي اكل، وحمدت ربنا اني انا صورت قبل ما النور يقطع. يعني انا خلصت شغلي، انا نزلت الصبح رحت جبت طلبات وكده وجيت دخلت على الشقه، داخله البيت 8:30 9:15، يعني نزلت وديت يوسف المدرسه وجيت وابتديت اشتغل في الوقت ده اللي هو ايه، تظبيط البيت وتهيئه والكلام ده كله. فخلصت الدنيا وانا نازله لقيت النور بيلعب، فافتكرته الكارت، حطيت الكارت لقيته لا لسه فيه فلوس. فالمهم خدت بعضي ونزلت. ما جيت على واحده لقيت النور كما يجب ان يكون مقطوع. ليه يا جماعه؟ في ايه؟ في مش يعني الكهرباء قطعه مش من عطل في الشركه، يعني مش من الشركه، لا كان في عطل جنب البيت وكانوا بيصلحوه، فكانوا قاطعين يعني قافلين النور علينا. ولما صلحوه وابتدى جه قطع من 2:30. طبعا يسيب حقه، الحكومة ما بتسيبش حقها عند حد. فكان الاول بيقطع 2 بقى قطع 2:30، بقى من 2:30 ل4:30. اليوم كله باظ، اليوم بتاع الروتين ده بجد باظ جدا خالص حرفيا.
فزعلت على اني كنت في حاجات عايزه اغسلها، وكنت في حاجات عايزه ارتبها، وكنت في حاجات عايزه اكنسها بمكنسه الكهرباء. يعني انا قلت ايه، لا انا هروح اجيب يوسف وهاجي هيكون الوقت لسه شويه حلو معايا، فهلحق اكنس واظبط الدنيا واصور كمان الاكل، النور يقطع اكون انا مخلصه كل حاجه. بس للاسف يعني الحمد لله. المهم هنا طبعا فاتحه الشبابيك لان استاذ ياسين بيذاكر، وللاسف مفيش نور. يعني الدنيا ضلمه ضلمه حرفيا، والجو بصراحه اصفر على بترولي. هو لونه كده حريب، يعني لونه كده مصفر على بترولي. وبجد تجربة النور يقطع وانا افتح الشبابيك دي تجربة سيئة للحوض. ليه يا ام ياسين سيئة؟ التراب كله دخل الشقة وبهدل لي الدنيا. والله يا جماعة انا بعيط حرفيا من كتر التراب اللي دخل بسبب العاصفة الترابية اللي جت دي. وكمان ان التراب لونه اصفر، فحل الشقة كلها مصفرة، تحس ان فيها تراب جامد. عايزة بقى اقوم اشيل واكنس واسيق وامسح وافرش بقى السجاجيد النظيفة واظبط الدنيا كده. وعايزة اجيب حاجة تولع الشقة، مش تولع الشقة يعني تولع نور في الشقة. بص الجو عامل ازاي بره حريم. المهم تولع نور يعني في الشقة اللي هي سهاري او كشاف الكلام ده كله. وعايزه اقول لكم وانا جايه، انا عماله اقول لكم ياما النهارده. وانا جايه لقيت واحد واقف على اول الشارع بيبيع لمض الجاز. فاكرينها؟ اللي فاكرها يكتب لي فاكرها يا ام ياسين. لمض الجاز دي اللي هي اللهم صل على النبي، اللي بتحط لها جاز وتولع نار كده. كنا زمان واحنا اطفال كان اهالينا بيستخدموها. فاستغربت جدا وكنت بفكر ان انا اجيبها. بعد كده قلت طب انا هجيب جاز منين دلوقتي؟ مش عارفه الجاز اصلا بيتباع يعني بيتباع ولا لا، وهل الجاز اللي احنا في ناس بتجيبه بتمسح بيه او تمسح مكان البوي او الكلام ده كله هينور يعني هيولعها ولا لا؟ يعني ايه النظام؟ عماله افكر وبعد كده قلت لا ما اجيبهاش. بس هي بصراحه شكلها حلو، شكلها ديكوري حلو. كنت بتمنى ان هي تكون ذهبي. المهم دلوقتي بقى يا ام ياسين هتعملي ايه؟ طبعا انتوا عارفين ان انا كنت عامله عدس امبارح وفضل عندي حبه، هم تقلوا جدا مش عارفه ليه، عملوا شبه المهلبيه كده، فانا هحفهم واظبطهم. وهعمل جنبيهم فول بالصدق وكمان اللهم صل على النبي بطاطس. الوقت ده بقى اللي كنت بصور فيه كان النور جه، كانوا ظبطوا النور تحت والنور جه وهيرجع يقطع تاني. ما تيأسوش مني، بس هنا بقى النور كان قطع. ما تيأسوش مني. آه، مش عارفه اعمل ايه بجد والله العظيم. عايزه ابعت شكوى. عندي واحده صاحبتي عملت شكوى في شركه النور ان النور قاطع من فتره، يعني بقاله فتره طويله، وهي مش عارفين يعملوا حاجه ولا الكلام ده كله. النور بطل يقطع عندهم، بس مش عارفه بقى هل هو بطل يقطع فعلا عشان هم حافوا منها، ولا هو بطل يقطع عشان في حاجه تانية عندهم بيعملوها، مش عارفه. المهم بتعملي ايه يا موسين دلوقتي؟ طبعا انا حاطه العدس يفك على النار كده عشان اظبطه واتقله. والصدوق الفول بالصدوق يعني مسكت فلفل قطعته، طبعا انتوا عارفين اللي هو عندي في الفريزر، والبصل طبعا كان عندي في الفريزر طلعته. اللي عملته بس رحت جايه حاطه البصل شوحته وفص توم ونزلت عليه بالفلفل ونزلت عليه بالصدوق اللي متقطع. انا بفصل يعني بقسم الصدوق اتنين ويقطعها بالطول عشان خاطر تديني كميه اكبر في الفول. يعني ان الولاد لما بيلاقوا الصدوق فيه فول بيقعدوا ينقوا الصدق ويسيبوا لي الفول، فانا ايه خلاص بقى عرفت شغلتهم فبقيت بعمله كده. جبت طماطمايه كده واحده قطعتها مكعبات وابتديت ان انا اشوح كله في قلب بعضه كده عشان كله يتطعم من قلب بعضه. طبعا الصدق ما بيحطش حاجه وما حطيتش توابل ياما لان طبعا الصدق انتوا عارفين اللي هو فيه توابل ياما. حطيت بس ملح وفلفل اسود ومعلقه صلصه بس كده كتاكيت. الفول جايباه بكام يا موسين؟ جبت الكيسين دول كانوا ب6 جنيه برضو من العربيه عشان خاطر يعمل لي الطبق حلو. يعني بصي عمل لي طبق كويس. وعملت جنبيه العدس وقليت بطاطستين والله ما فاكره قليت ولا ما قليتش والنبي ما عارفه. المهم ان هم اكلوا. وظبطت الدنيا اكله كده برضو يعتبر اقتصاديه. يعني انت لو عندك كام صباع صدق في التلاجة هيتعمل معاكي حبه فول بالصدق وحبه بطاطس جنبيهم، حبه اكله كده اقتصادي. مش بيتكلفوا ياما. يعني عارفه ايه، ممكن لو عندك الصدق ب10 جنيه تعملي الاكله دي. لو ما عندكيش صدق هتدخلي مثلا في تلاتينية اربعينية خمسينية كده يعني. بقينا بناكل الفول بالصدق ب50. ربنا يعيننا بامانه والله يا بنات، ربنا يعيننا جميعا جميعا. بجد الظروف بقت صعبه والاسعار بقت عاليه. يعني الظروف صعبه واسعار عاليه فالاتنين مع بعض مش جايين. وعشان تعرفي تظبطيها او تدبريها عايزه كتالوج. انا كنت الاول بعرف اظبطها اكتر من كده ما اضحكش عليكم، بس حاليا الاسعار فعلا بقت حريبه. يعني ايه يا جماعه، ايه يا جماعه، ايه الاسعار دي؟ قولوا لي صح الرز عندكم وصل كام؟
لان انا اتفاجئت من سعر الرز. طبعا انتوا كنتوا عارفين ان انا عندي شكاره اللي هي 10 كيلو، وكنت حطاها وكده، ولما جيت بقى ادور عشان اجيب بقى الشهر الجاي علينا وكده، لقيت اسعار عجيبه، فقالوا لي اسعار الرز عندكم كام والسكر. دي كده بقى اكلتنا الحلوه المعتبره، حبه فول بالثوم، حبه فول بالصدق اسفه، وحبه بطاطس، وطبعا الجبنه القديمه انتوا عارفين اللي هي عندي، والعدس كده، واكله كامله متكامله، حاجه كده ايه، على قد الايد. انا بحبكم كتير وبحب كل حاجه منكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب الفضفضه اللي من قلبي تكون استفدتوا منها حتى لو 1 من 100، وتردوا على اسئلتي، واللايكات بقى والكومنتات بتاعتكم يا احلى احوات. انا بحبكم كتير وبحب كل حاجه منكم، وبتمنى منكم ان انتم متزهقوش مني ابدا. انا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.